وللمفاجأة بقى تخيل ان نهاية المسلسل انه طلق أرفد ورجع لحياته عادي. الله اكبر، الله العظيم، لا عزة لله. وللمفاجأة تخيل ان نهاية المسلسل انه طلق أرفد ورجع لحياته عادي. دي كانت النهايه المكتوبه من غير المشهد بتاعه هو سعيد ابنه، وده اللي خلى ان يجي رساله من الوزير يقول لازم النهايه تتغير. تخيل ان النهايه بقى اللي كان عايزها الوزير انه يبقى بيحلم زي ما كان بيحلم في الحلقات اللي في اول المسلسل. والصراحه انا النهايه دي كانت عجباني جدا، بس طبعا ده ما عجبش المخرج وخلاه يعمل مشهد يقول لابنه انه غلطان وكان لازم يتجوز واحده بس. يعني انت طول المسلسل بتدعم فكره التعدد وان ممكن يبقى في تعدد وراحه زوجيه عادي، وجيت في الاخر نقدت ده. تعدد المبدا الاساسي فيه هو العدل، وللمفاجاه الحاج متولي كان بيعرف يعدل في الحب والظلم بين اللي متجوزه. بس الفكره ان احنا بننتقد انه شخصيه استغلاليه مش شخص كويس، فانت جيت في الاخر بمشهد هدمت الفكره. وكمان استاذ نور نفسه قال كلمه حلوه جدا. طب هل الحاج متولي وحش ولا حلو؟ شخصيه انتهازيه ولا عادله؟ ببساطه هو كل ده في شخص واحد. هو بيحب كل واحده اتجوزها، بس اتجوزهم بسبب انتهاز. هو تاجر شاطر بس مستعد يأذي اي حد يجي في طريقه. هو شخصيه زي اي اب بيحب اولاده، بس بيحب يتحكم في كل التفاصيل اللي حواليه وما يحسش بانه مش متحكم فيها باي طريقه. ومن كتر نرجسيته لما اترفض قال مين دي اللي ترفض الحاج متولي؟ في واحده تقل عقلها وترفض تتجوز متولي سعيد؟ كان اكبر عدو متولي هو العمر اللي هو كان بيرفض لتقدمه، العمر اللي يخليه يخش مصحه مخصوص مش عشان صحته بل عشان يتجوز، العمر اللي يخليه ياخد منشطات ممكن تموته هو عارف ده وفعلا تدخله المستشفى بس عشان يحس انه لسه شباب. وكمان المسلسل ده غريب لانه مش قصه صعود من بتوع نور الشريف بتاعت عبد الغفور او العطار والسبع بنات، دي قصه واحد انتهاز متربص للفرص بكل انواعها. وفعلا كل ما هتكبر هتفهم ان متولي مش شخص زي ما انت كنت فاكره.